ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا عليه جماعه. افضل الصلاه والسلام. صلوا على النبي يا جماعه. النهارده احنا جايين لكم في تحدي جديد، تحدي الطواجن. معاكم ايه النهارده يا بنتي يا شوشو؟ معاك ايه يا استاذ علي؟ معانا طاجن فراخ، طاجن فراخ بالبصل، طاجن بطاطس، طاجن ملوخيه، طبق فلفل وبتنجان ده العيش ايه يا جدعان؟ مقلي بالخل مقلي والثوم. بالفلفل بقى والثوم والكلام ده. ده حاجه بصوا بقى، دي بصل بزبيب محمر زي بصل الكشري كده، انا بعشقه. ده بصل بزبيب، ومعانا الرز، ومعانا عيش. ماشي. تحدى على ايه يا شوشو؟ على بقى اللي تشبع. ماشي ماشي. بسم الله. بسم الله. بسم الله. اتفضل يا معلم. ماشي يا معلم. اتفضلي يا بنتي يا شوشو يا قمر. النبي البنت يا شوشو دي خسرتها في البلد دي. نجيب بقى ايه المعلقه دي؟ لا خلي دي البطاطس. اوكي. اوكي. يلا. ماشي. بسم الله. بسم الله. بسم الله. وخلي دي للملوخيه. ماشي. وخلي بسم بقيات الله. الاكل. بسم الله. وانت تقعد وتعالى بقى وانا وانت. اتفضلوا وأنا معانا يا جماعه، بس بالله عليكم قبل ما نبدا التحدي ما تنسوش تحطوا اللايك. انا بدأت خلاص. توكلي على الله. انا عايزك بصي تعتمدوا على الله. بسم الله. دي بقى البصل. بصوا الفرفشه. سامعين؟ بحب احطه كده على الرز. والله جربوه. بصوا وتحمروا البصله، وقبل ما توصل للون اللي انتوا عايزينه ب5 دقايق مثلا تحطوا الزبيب عليها، وتطلعوها بقى على مصفى، تصفوها من الزيت خالص وما اقولكوش. الحقني يا معلم. اكل حكايه بس نار. بدوب قبل بدوب. الفرن على ايه؟ على خلي الترابيزه. الفرن على الترابيزه. مش بمزاجك، هو خلص غرفنا. ايه رأيك في أمينة؟ بصل بالزبيب ده يا جماعه مع الرز ما اقولكمش. ممكن تستغربوه انت، ده مزاج عالي يا جدعان. الميزه فيها يا جماعه الزبيب سويت اند صور. بيديله مزازه حلوه. جربوا كده حتة بطاطس مع بصل من دي، جربوا كده جامده. مع حتة زبيب. قولوا لي ايه رأيكم؟ بقول لك تجربه حلوه. ممكن تجربوها في الكشري. اه والله. لا لا لا، ما ينفعش زبيب مع الكشري خالص. انت عايز محمد يضربنا؟ حتى الكشري بوظوه. محمد ما يحبش الزبيب في حاجة. يا جماعه مولعه. والله مولعه مولعه. الشوشو دي انا عملت حاجة وحشة قوي. الطعم ايه؟ الزبيب بقى ما يمشيش مع الملوخية، مع البطاطس، بس لازم نقبل بخاطرها. بس ايه رايك في الملوخيه؟ تسلم ايدي، والله تسلم ايدي. لا اللي جاب الملوخيه
تسلم ايد اللي طبخت. يعني تسلم ايد اللي قطفت. يعني انت هتاكل ملوخية ناشفة كده شاطر يا ميدو. ولا لازم تتعمل؟ لا انا تلاقيتها في الصحة وجبتها. لا برضو ماما هي اللي تكسب. بس صح نوع الملوخية خطير. بس ماما انت برضو اللي تكسبي. انت اللي تسلم لي انت اللي طبخة. هيقولوا لك بتتحيز لماما. يعني على حبي في الزبيب اللا إرادي ده. أكلة يتضرب لها تعظيم سلام. شوف الحل بقى. انت عارفة الواحد مش عارف ياكل ايه ولا جميل قوي قوي. من حلاوة الأكل. أنا بعشق التومة والطماطم اللي على الفلفل والباذنجان ده. الله الله. مدلعاك اهو. والله العظيم. عايزة شوية فول سخنين. طعمية سخنة. تعمل سندوتشات. نعملها بكرة فطار. لسه النار يا جماعة طالعة من الفرن. والله بس طعمها عجيب. ايه رأيك؟ استاهل ايه على الأكلة دي؟ تستاهل ايه؟ ولا أي حاجة. تستاهل يا محمد. ولا أي حاجة. انت الخير والبركة كلهم. عشان تعرفوا إن أنا ما باخدش إلا كلام. ليه؟ ليه؟ أستاهل إن الخير والبركة. هعمل لك شوسي. شوية ليمون بعد الغدا. ماشي. ايه رأيك؟ ماشي. ها؟ ماشي. ايه رأيك يا محمد انت؟ هعمل لها شوية ليمون بالنعناع. سخن. والله العظيم الفراخ نار. نار. ربنا يكفينا شر النار يا رب. يكفينا شر العين. تفتكر مين هيكسب يا ميدو؟ أنا؟ بجد؟ مش هكسب ابن مين بس. انت عارفة كسفان. ليه؟ ليه يا محمد؟ ده أنا كيوت. بيقول لك ماما. خدي بالك. انت لا مستوى، نوم مستوى. كل ده مستوى. وما دوش قبل كده. الله. لا أكل فراخ. أكلة
تسلم ايدك يا بنتي يا شوش. من غير نفس وربنا. ما تقولش حط حاجة ولا. انا مستنيك تقولها من بدري ملوش لوحدك. نفس. ايه الحمد لله. مفيش. ولد محمد مش طريقنا انا وانت عارف. انا جبت بنزين. طب كويس نبيعهم. مش يا محمد. ممكن يشوفوا كلنا. يا رب. بس احنا من امتى؟ البصل ده ما يتسخش. يا رب يا كريم. يا رب. الله. الله انهي الله يا عمي. الله. انا مفيش فكرة يا ماما. الله. الملوخية جامدة أوي شوش. أوي. والبطاطس حكايتين. بس انا عندي مشكلة يعني البصل والرز ده مع البطاطس حكاية. جربوه يا جماعة والنبي قولوا لي رأيكم. طب هو التحدي مش على البصل. انا خلصت الرز وده بخلص ما دهاش. مش شايف مستوى. أنا مش شايف مستوى خالص. الحقني يا علي بموت. مستوى ايه؟ محمد فاهمة ان ده تحدي. بصوا طب يا رب. التحدي كان على الطبقين دول وانا خلصت. هات لي ميتي. سلمت. هات ميتي والله. نرجع لكم بالعقاب. رجعنا لكم بالعقاب. العقاب ده يا جماعة بقالنا أسبوعين 3 عايزين نعمله، اللي هو إيه بقى؟ إن شاء الله بكرة أم محمد هتعمل لنا صينية كوسة في البشاميل وصينية رقاق. بقالنا 3-4 أسابيع عمالين نقول لها عليهم وهي مطنشة. فجت الفرصة. ده عقاب، إيه رأيك فيه؟ موافقة بس مع اني مكسلة منه خالص. وربنا بقالنا قد ايه محمد بتطلبوه؟ بقى كتير. لا ما هو أنت لو مش كسلتية أصلاً. هتعمليه ممكن عاجبك دلوقتي لا أخليك هعمل. تاكلي طاجن كده إيه؟ لا هعمله فخار كده. منه نفسه فيكو ومنه نفسه فيكو ومنه عقاب. بقالنا قد ايه محمد يقول لي ماما مش هتعملي الكوسه؟ انا نفسي في الكوسه البشاميل بس الجو مش مساعد خلاص. الجو حر عشان بس خاطر- مش مشكلة نعملها. خلاص ما احنا طابخين النهارده ايه يعني اعملها لكم. مش كده. بالله عليكم يا جماعه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. وإيه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.